عمرك قابلت شخص دايما شايف الدنيا سودة ومهما حصل يلاقي سبب يخليه متضايق حتى لو حصل له حاجة كويسة؟ يقولك لا 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 أكيد في حاجة غلط. طب ليه بعض الناس بتفضل تفكر بطريقة سلبية طول الوقت؟ وهل ده اختيار ولا ده حاجة خارجة عن الإرادة؟ تعالوا نشوف الموضوع ده مع بعض ونعرف ليه العقل أحيانا بيتبرمج على السلبية. لو أول مرة تشوفني فأنا الأخصائية النفسية منى شطة، وهنا زاوية نفسية. أشوفكم بعد الفاصل. زاوية نفسية مع منى شطة. ورجعنا لكم تاني، أهلا بكم. أول حاجة لازم نفهمها النهاردة في موضوع ليه بعض الناس بتفكر بطريقة سلبية طول الوقت، له أسباب كتيرة. أول حاجة إن المخ متبرمج على النجاة مش السعادة. يعني إيه الكلام ده؟ مخ الإنسان متبرمج بيولوجيا على التركيز على الأخطار أكتر من الحاجات الإيجابية، وده عشان زمان أجدادنا لو ما خدوش بالهم من المخاطر كانوا هيبقوا وجبة للأسود. العلماء بيسموا الظاهرة دي التحيز السلبي، بمعنى إننا بنميل إن إحنا نفتكر التجارب السيئة أكتر من التجارب الحلوة. طيب مثال بسيط، لو حد قالك 10 مجاملات وبعدين انتقدك مرة واحدة، ايه الحاجة اللي هتفضل في بالك؟ النقد طبعا. تاني حاجة تأثير التربية والنشأة. لو تربيت في بيت كله خوف وقلق، او دايما بتسمع جملة الدنيا غدارة، الدنيا ملهاش امان، غالبا عقلك هيبرمج نفسه على التوقعات السلبية. الاطفال اللي بيتعرضوا لانتقادات كتيرة او مقارنة بغيرهم بيكبروا وعندهم شك في نفسهم، وده بيخليهم يشوفوا العالم من منظور سلبي جدا. الحاجة الثالثة العادات الفكرية وتأثيرها على العقل، بمعنى ان المخ زي العضلة، كل ما تمرنه على حاجة بتكبر. بالظبط نفس الفكرة، ان الافكار السلبية كل ما بتكررها تاني بتقوى وبتأكد عندك. فالشخص اللي بيفكر بطريقة سلبية باستمرار عقله بتعود على ده، ومع الوقت بيكون تفكيره السلبي تلقائي. لما تفكر في مشكلة وتفضل تقول انا اكيد هفشل، المخ بيحفز الفكرة دي جواه وبيبقى نمط ثابت عندك. العامل الرابع او السبب الرابع في اندفاع البعض للتفكير بشكل سلبي هو الضغط والتوتر اللي بيغذوا التفكير السلبي. لما تكون تحت ضغط مستمر زي الشغل الكتير او المشاكل العائلية، مخك بيدخل في حالة اسمها وضع النجاة. الوضع ده بيخلي عقلك يركز بس على المشاكل والخوف من الفشل، وده بيخلي التفكير السلبي في الحالة دي هو المسيطر. التوتر كمان بيخلي العقل يدور على السيناريوهات الأسوأ عشان يحميك، لكن للأسف بيخليك محبوس جوه دايرة الخوف. السبب الخامس والأخير في اندفاع الناس للتفكير بشكل سلبي هو تأثير السوشيال ميديا والإعلام. لما تشوف أخبار كلها كوارث أو تقارن نفسك بالمؤثرين اللي حياتهم مثالية على السوشيال ميديا، فطبيعي جدا تحس ان الدنيا كلها ضدك. الناس بقت بتتأثر بالمحتوى اللي بتشوفه يوميا، لو كان سلبي هيأثر على تفكيرك بدون ما تحس. الحل قلل وقتك مع الأخبار والسوشيال ميديا وابدأ تتابع محتوى إيجابي أكتر. وهنا بقى هنوصل للسؤال الأكثر أهمية في حلقتنا النهاردة: إزاي نتخلص من التفكير السلبي؟ وزي ما قلت لك على 5 أسباب يخلوك ان انت تندفع للتفكير بطريقة سلبية، هقولك على 5 خطوات يساعدوك تتخلص من التفكير السلبي. اول حاجة راقب افكارك. لما تلاقي نفسك بتفكر بشكل سلبي خد خطوة وراجع الفكرة وقول لنفسك هل هي منطقية ولا مجرد خوف. رقم 2 درب عقلك على الإيجابية. كل يوم اكتب 3 حاجات إيجابية حصلت لك طول اليوم حتى ولو كانت بسيطة. رقم 3 أحط نفسك بناس إيجابيين، البيئة اللي حواليك بتأثر عليك بطريقة أكتر مما تتخيل. رقم 4 مارس الرياضة. الحاجات دي بتساعد المخ يخرج من وضع النجاة ويركز على اللحظة. رقم 5 لو التفكير السلبي خارج عن سيطرتك استشر متخصص نفسي يساعدك انك تتعامل معاه بطريقة صح. دلوقتي عرفنا ان التفكير السلبي مش مجرد عادة سيئة، لكنه نتيجة تراكمات نفسية وبيولوجية
بس الكويس في الموضوع انك تقدر تغير ده. ابدأ النهاردة وراقب أفكارك، ولو حسيت إن الدنيا سودة فكر في الحلول بدل ما تفكر في المشاكل. وهنا جاء الوقت إن أقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إحنا بنقدمه. ولو بتشوف الحلقة على الفيس اللايك الجميل وشير لكل أصحابك، وسلام مؤقت واشوفكم في حلقة جديدة.